شايف المشكله دي؟ انا بفضل الله هحلها لك بموس حلاقه. موس حلاقه هخليك ما تشتريش موتور جديد. هتقول لي ازاي؟ تعالى بقى انا اوريك حاجه علام سنين. النهارده صاحب السكوتر ده كان ركنه شهر بحاله، جابه لنا وقال لنا انا رحت المركز صيانه، قال لي انت محتاج فرغه موتور ومحتاج جير بوكس كامل. ففتحنا وغيرنا الزيت، لقينا الزيت نازل بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، كله رايش. بص كده الرايش قد ايه، بص معايا، شايفين الرايش اللي هنا قد ايه لاف حوالين التروس؟ تعالى كده قرب معايا، تعالى بص جوه، بص بص كل ده رايش، كل ده براده حديد، كل ده بيجري جوه. شايفين الجري بوكس عامل ازاي؟ شايفين اللقه اللي فيه؟ شايفين البوش ده؟ بسبب البوش ده صاحب السكوتر عنده صوت مزعج جدا جدا جدا. راح لمركز صيانه بدون ذكر اسماء، قال له انت هتغير الفرغه بتاعت الموتور دي، تعالى معايا كده. قال له انت هتغير، بس المشكله ان الفرغه دي هي اللي عليها رقم الموتور. طب ما انت كده مضطر هتجيب فرغه جديده عليها رقم جديد، فهتروح المرور فعل رعب هيقابلك. كل ده عشان انت اهملت بسبب زيت الفتيس وما اهتمتش بالصيانه اول باول. تعال اقول لك احنا حلينا المشكله دي ازاي. احنا جبنا موس حلاقه قسمناه نصين، حطينا واحد عكس واحد بحيث ان احنا نعمله تخشينه للبيت. حطينا البليه في البيت بتاعها وبيتناها، بص بقت عامله ازاي، مزيكا. ولا محتاج يغير فرغة موتور ولا محتاج فيلم الرعب ده كله، بص مزيكا. نضفنا طبعا كويس جوه وحطينا جوانا. بص المنظر، هو باين ما بيعملش صيانه خالص، بص المنظر ما بيعملش صيانه نهائي، بص ما بيعملش. قفلنا طبعا الكاوتش بتاعنا وهنروح نحط زيت الفتيس عشان ده اهم حاجه اللي بسببه حصل كل المشكله دي. غير زيت بدل ما ترجع تندم.